قلت لي بقى جملة، قلت لي لما تحسين مات أنا فقدت حتة مني. طبعا جزء مني مات. سمعت قبل كده عن فرقة المصريين؟ لو انت اتفرجت على مسلسل حالة خاصة فانت اكيد خدت بالك من الموسيقى والاغاني اللي كانت بتبقى موجودة في المسلسل، واكيد انت اكتشفت ان عمرك ما سمعتها في حياتك. مؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل كان الموسيقار العالمي هاني شنودة. ثانية واحدة بس، هو ايه علاقة نجيب محفوظ بمحمد منير بهاني شنودة بفرقة المصريين؟ يعني ايه العلاقة؟ انا مش فاهم. وده بقى اللي هنعرفه في الحلقة بتاعت النهاردة. اكشن يب. فرقة المصريين اتأسست سنة 1977 على ايد الموسيقار العالمي هاني شنودة، بس الشخص الحقيقي اللي كان السبب في ان فرقة المصريين تتعمل كان نجيب محفوظ. واحد هيجي يقول لي ازاي يعني؟ هاني شنودة بعد التخرج اشترك مع مجموعة من اصحابه الشباب عشان يعزفوا بعض المقطوعات الاجنبية والغربية، وشلة الصحاب دي سافروا لبلاد كتيرة جدا زي لبنان وزي سوريا، وكان ساعتها هدفهم الوحيد هو ان هم يخلوا المطربين الكبار يكتشفوهم، وده لان في الوقت ده هم كانوا بيقدموا نوع جديد من الموسيقى. لغاية ما في يوم من الايام بيقابل نجيب محفوظ مجموعة الشباب دول، وساعتها بيسألهم سؤال واحد: ايه نوع الموسيقى اللي انتوا بتقدموها؟ وساعتها هاني شنودة والشباب اللي معاه كانوا بيقدموا الموسيقى الإيطالية الأسبانية، وده اللي خلى نجيب محفوظ يستغرب وسألهم سؤال واحد بس: هو انتوا ليه ما تقدموش الموسيقى باللغه العربيه؟ بس كانت إجابة الشباب ساعتها إن الموسيقى العربية والمصرية مش بتعجبهم، يعني مملة طويلة وما فيهاش أي نوع من أنواع التجديد أو القوة. بس الفريق قرر ان هو يجرب، وبالفعل عملوا اغاني عربيه، لغايه ما في يوم من الايام هيقابلوا اتنين هيغيروا حياتهم، وهما الشاعر شوقي حجاب والكاتب عبد الرحيم منصور. وساعتها طلبوا من هاني شنودة ان هو يعمل لهم البوم لمحمد منير، واللي ما يعرفش محمد منير ساعتها كان لسه ما تعرفش او ما كانش بالشهره اللي احنا عارفينها دلوقتي. المهم ان فعلا بيتعمل الالبوم، وهو البوم علموني عينيكي، بس للاسف الالبوم بيفشل فشل ذريع، وده بسبب ان الشركه حولت اغاني الالبوم من الاسطوانات للكاسيت، الكاسيت اللي ما كانش منتشر الفتره دي اصلا. ده غير ان منير اصلا ما كانش معروف ومحدش كان عارف مين الشخص ده ولا هو بيغني ايه. وفي الوقت ده قرر هاني شنودة ان هو لازم يعمل فرقه موسيقيه، خد ناس من اللي كانوا بيعزفوا الالبوم بتاع منير مع الشباب اللي هو كان يعرفهم، وفي سنه 1977 بيتم الاعلان عن اول البوم رسمي لفرقه المصريين، البوم بحبك لا. والالبوم يكسر الدنيا، يحقق نجاح محدش كان متوقعه، وده بسبب ان طبيعه الاغاني نفسها كانت تعتبر غريبه جدا، عشان بعد الشهره الكبيره اللي خدها فرقه المصريين وهاني شنودة، فنفس الشركه اللي انتجت الالبوم الاول لمحمد منير تقوم بالانتاج الالبوم الثاني لمحمد منير وهو لما بنتولد. والالبوم ده بيكون السبب في شهره منير، ده لانه باع 40,000 نسخه، و40,000 نسخه في الزمن ده كان رقم كبير قوي. وفي نفس الوقت فرقة المصريين خدت صيت كبير جدا وشهرة كبيرة جدا على حس هاني شنودة واللي عمله. فرقة المصريين وهاني شنودة كانوا السبب الرئيسي لظهور موضة إنشاء فرق موسيقية في أواخر السبعينات، وهنا أنا بتكلم عن فرقة مشهورة زي الفور ام. كلنا حلوين. واللي ما يعرفش الفور ام فهي فرقة عملها عايزة عوف واخواته، بس مش الفور ام بس هي اللي اتعملت، ده في أكتر من 128 فرقة اتسجلوا. السبب الحقيقي اللي كان بيميز فرقة المصريين عن غيرها بمعنى بسيط كده، يعني ما كانوش بيعتمدوا على صوت احادي او واحد بس اللي يغني، كنت بتحس ان الاغاني دي واخده السكه كده ان في كذا واحد بيغنيها، ده غير نوع الموسيقى اللي كان مشهور في الوقت ده في فتره الثمانينات والسبعينات. التجديد اللي فرقه المصريين عملوه وان هم شباب وعملوا حاجه جديده، فده خلى ناس كتيره جدا تتمنى ان هي تشتغل معاهم، وكتاب كبار يعملوا لهم اغاني زي مثلا صلاح جاهين لما عمل اغنيه الشوارع حواديت. حودايا الحب فيها وحودايا. وكان من اشهر الناس في الفرقه هي ايمان يونس، لان هي اللي عملت اغنيه وما تحسبوش يا بنات، فاكرينها؟ ولكن للاسف هي اتجوزت وسافرت عشان بعد كده تيجي منى عزيز اللي ظهرت في فيديو كليب ماشيه السنيوره اللي برضو تبع الفرقه. ماشيه السنيوره كده كده عاوزه لها صوره كده كده. ولكن ده ما منعش الفرقه ان هي تعمل البومات تكسر بيها الدنيا، زي البوم مثلا ابدا من جديد سنه 81، وزي ماشيه السنيوره سنه 85، وزي حظ العداله اخر البوماتهم سنه 88، وده لان الفرقه اتفككت سنه 1988، وده بعد وفاه تحسين يلمظ وصلاح جاهين. قرر ساعتها هاني شنودة انه يخلي نجاح الفرقه زي ما هو، وان هو مش عايز يخلي اي حاجه تاثر على نجاح الفريق طول السنين اللي فاتت. عشان كده سنه 1988 انتهت فرقه المصريين.
في النهاية فرقة المصريين هي درس لكل واحد فينا بإنه يكمل في حلمه، وإنه لو عنده فعلا فكرة مختلفة فعلا ربنا هيوفقه. والحقيقة إن مش فرقة المصريين بس هي اللي علمتنا كده، ده هاني شنودة نفسه هو اللي علمنا كده. الراجل يا جماعة كان مختلف من أول يوم، وده اللي خلاه فعلا يبقى موسيقار عالمي مش مجرد ملحن. فلو عندك هدف وعايز تحققه وشايف إن اللي أنت بتعمله ده أنت مؤمن بيه، يبقى أنت هتنجح فيه. كل اللي عليك بس هو إنك تستمر، وإنك تسيب الباقي على ربنا وتجتهد وبس كده. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك شير وتتابعنا. شكرا جدا وفركش. اوقات اشوف منام صورته في المراية.